في مصر أحيانا القضية ما بتبقاش واقعة حصلت، بتتحول بسرعة كده لحكاية كاملة. ناس بتصدق وناس بتكذب وناس بتضيف من عندها وناس بتحاكم على السوشيال ميديا قبل المحكمة. وده حصل بشكل كبير جدا مؤخرا في قضيتين شغلوا بال الناس كتير جدا: قضية بنت الأتوبيس وقضية مأساة كرمز في اسكندرية. الأولى بدأت بفيديو والتانية بدأت بانتحار وجثث. بس في الاخر الاتنين كشفوا لنا نفس السؤال: مين اللي بيصنع الحقيقة؟ المحكمة ولا الترند ولا الوجع ولا الخيال الجماعي للناس؟ تعالى كده نتكلم عن قصة بشويش. النهارده واحد من اهم الفيديوهات اللي هتشوفها في القناة بتاعتي، وهتكون بداية لسلسلة حلوة ان شاء الله تعجبك. اتمنى تتفرج على الفيديو للاخر. لو مش حابب تتفرج عليا ممكن تسمعني بس. حكاية بنت الأتوبيس. المشهد هنا بسيط بشكله لكنه انفجر جدا من أثره واللي سابه. بنت خارجة من شغلها راكبة أتوبيس نقل عام في نطاق المقطم، وبتقول إن في شاب مشي وراها ووجه ليها ألفاظ مش كويسة وإيحاءات اعتبرتها تحرش. وهي قالت كمان إن الموضوع ما كانش لحظة عابرة وإن هي حست بالخطر، وصورت جزء من اللي حصل ونشرت الفيديو. نشرت الفيديو على السوشيال ميديا عشان تطلب المساعدة، وبعدها الفيديو اتنشر بطريقة رهيبة جدا، وتحولت القصة من قصة فردية إلى رأي عام. بعد انتشار الفيديو الأجهزة الأمنية فحصت الواقع وفرغت الكاميرات، شافوا خط السير وكل اللي بيحصل. بعض الناس اللي غطوا قالوا إن هو تم ضبطه، والبعض الآخر بيقول أن المتهم اتطلب إنه يروح وراح بنفسه عشان يقدم أقواله. بس بعد كده أحيلت القضية أمام المحكمة. تعال بقى نتكلم على أول حاجة وهي المهمة: تعاطف الناس. الناس في البداية شافت الموضوع من زاوية واحدة تقريبا، مش كده؟ بنت خايفة وماسكة تليفونها وبتصور وبتستنجد بالناس، وده لمس عند ناس كتير إحساس شائع عند يمكن كل البنات في المواصلات، إن حتى لو فكرت فيها والواقعة قصيرة، بس صدقني بالنسبة لأي بنت مرعبة ومشحونة بتهديد نفسي اجتماعي مش أي حد مننا ممكن يحس بيه. عشان كده السوشيال ميديا من أول لحظة مالت إنها تصدقها وتتضامن معاها. إمتى بقى بدأ الانقسام؟ بدأنا نشوف رأي مع الولد ورأي مع البنت. الانقسام الحقيقي بدأ بعد دخول القضية المحكمة، لأن المتهم بقى قدامه إن هو ينكر وقال إن هو لم يرتكب تحرش. بعدها صدر الحكم على الولد من وقت تصوير الفيديو ده امبارح يوم الثلاث ببراءة الشاب ورفض الدعوة المدنية. هنا بقى حصل الانفجار العكسي. ناس قالت: يا ده الشاب طلع كويس واتظلم واتفضح ويمكن نكون بوظنا سمعته وحياته. وناس قالت البراءة لا تعني بالضرورة أن البنت كدابة، لكنها بتقول أن الإثبات الجنائي لم يكتمل، وأن ممكن قدام المحكمة الحقيقة ما كانتش باينة. تعال بقى نتكلم على أصوات الأطراف بتاعة القضية، البنت والشاب. بعد الحكم البنت قالت انها صادقة 100%، وانه غير مقبول تكذيب الرواية وتكذيبها كضحية. وفي الجهة التانية المحامي بتاع الشاب قال انه مستمر في اجراءاته القانونية ضد البنت وضد اعلامية مشهورة بسبب اعتباره انها بتشهر نفسها بموكله. ومحامي الفتاة قال ان هو هيقدم استئناف لان الحكم حكم اول في الدرجة. بس طلبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة إنها تكمل في براءة الشاب. تعال بقى نحلل الموضوع تحليل اجتماعي سريع كده. احنا هنا قدام حاجة خطيرة جدا. السوشيال ميديا بتشتغل بسرعة الشعور، لكن القانون بيشتغل بسرعة الإثبات. يعني إيه؟ الناس قالت إحنا شايفين خوف البنت بعينينا، بس المحكمة بتسأل: هل عندي دليل كافي جنائيا للإدانة؟ وده فرق جوهري كبير جدا. المشكلة ان في ناس كتير بتتعامل مع البراءة انها تكذيب كامل للبنت، او مع الاتهام اكنه إدانة كاملة للشاب. بس في الحقيقة القانون اضيق من الشعور، والسوشيال ميديا للأسف اوسع بكتير جدا من الحقيقة.
عايز اقول لك كده على زاوية قانونية بسيطة انت محتاج تفهمها لما تيجي تحلل المشاكل اللي بتحصل على السوشيال ميديا وتيجي تطلع مشاعرك. في الجرائم دي المحكمة مش بتحكم بناء على التعاطف والانطباع، هي محتاجة وقائع قابلة للإثبات وفق المعايير الجنائية. المبادرة المصرية ذكرت إن الإحالة كانت بجريمة التعرض لأنثى المنصوص عليها في المادة 306 مكرر ألف، واللي هي مادة تعاقب على الإيحاءات والتلميحات الجنسية أو الإباحية قولا أو فعلا أو إشارة. بس حتى مع وجود النص هتفضل المحكمة مطالبة بالوصول إلى يقين قضائي كافي للإدانة، وهو شيء مختلف عن اقتناع الرأي العام، وهي دي المشكلة. الحكاية التانية حكاية كرمز أو كرموز، أنا مش عارف اسم المكان بالظبط، ولكن القضية اللي شغلة البال الرأي العام ومصر كلها يمكن دلوقتي حالا في اللحظة اللي احنا فيها دي، يمكن لحد ما الفيديو ينزل وبعد ممكن نكمل ونعرف أي كلام تاني عنها. في كرمز أو كرموز احنا مش قدام فيديو قصير، احنا قدام بيت كامل انهيار ما يتوصفش. البلاغ بدأ يوم 16 مارس 2026 بمحاولة شاب عمره 20 سنة بأن هو يرمي نفسه من الدور ال13 في كرمز بالإسكندرية. لما الجيران تدخلوا لحقوه اكتشفوا كارثة. دخلوا الشقة لقوا الأم والخمس أطفال التانيين قتلى. ومن هنا بدأت القصة تتوسع للإعلام. أم عمرها 41 سنة، معاها 6 أطفال، وعندها مرض السرطان، وعندها ضيق مالي، وزوج مقيم بالخارج، وثم بعض من الروايات عن عدم الإنفاق والطلاق والانفصال، وبعدها تفاصيل مرعبة عن العنف جوه البيت. أغلب التفاصيل دي اتنقلت عن طريق الابن وبعض التقارير الصحفية عن التحقيقات الأولية. تعالى كده نتكلم عن الحكاية الممتدة اللي الإعلام وصلها لينا. التقارير اللي هنسمعها دلوقتي وصفت خط زمني شديد القسوة. الأم اتجوزت وهي صغيرة من شاب أردني، وسافروا السعودية وجابوا 6 أطفال، وبعدين رجعت إلى مصر مريضة، وقبلها اكتشفت إنها مريضة بالسرطان، وبعدها الزوج ما بقاش سند فعلي للأسرة. تقارير بقى صحفية ذكرت اللحظة الفاصلة اللي أدت لكل شيء، واللي هي كانت مكالمة من الأب للأم اللي ساكن بالخارج بالطلاق والانفصال ووقف الإنفاق عليهم. وده طبعا خلى الست تنفجر نفسيا. وطبعا للمرة التانية احنا بنسرد الكلام ده كله وفقا للتحقيقات والتقارير، بس مش باعتبارها حقيقة قضائية انتهى منها القضاء وحقق فيها وحكم فيها. تعال بقى نقول التفاصيل الصادمة كما سمعناها صحفيا. تقارير كتير ذكرت ان الموت الجماعي بدأ يوم 27 من رمضان، وان الأسرة بالكامل قررت انها تأذي نفسها بشفرات حلاقة، والأم هي اللي عملت كده وطلبت ده من عيالها. واستمرت الواقعة يومان مع روايات عن وفاة بعض الأطفال الصغيرين بالنزيف. البعض الولد اللي عنده 20 سنة موتهم بأنه كان بيخنقهم بالمخدة. بعدها محاولة الابن الأكبر الانتحار لاحقا بعد ما فضل وسط اخواته انه النزيف او اللي حصل له ما وصلوش ان هو يموت، فقام بعد ايام لقى نفسه وسط ده كله فقرر يرمي نفسه من البلكونه. المعلومات دي كلها متغطيه صحفيا نقلا من اعترافات منسوبه للولد وبعض التحقيقات الاوليه. طبعا انا مش هينفع اقول عليه ان هو متهم لان احنا لا نعرف اي شيء، وهل كل اللي بيتقال ده حقيقي ولا النظام، ولازم نعرضها للجمهور باعتبارها ما ورد في التحقيقات وليس كحكم نهائي لا يقبل المراجعة. على بقى نشوف الناس برضو اتقسموا لإيه. الناس هنا ما اتقسمتش بس لتعاطف وإدانة، لا دي اتقسمت ل3 روايات. الرواية الأولى الابن سفاح ويستحق أقصى إدانة. الرواية التانية دي مش جريمة، دي مأساة اجتماعية صنعها الأب والمرض والفقر والتفكك الأسري.
الرواية التالتة، ناس بتحاول تبرر ما لا يبرر. يعني الناس طالعة بتقول انتوا بتبرروا ايه، الحاجات دي ما تتبررش. وده ليه مهم جدا بقى بالنسبة لنا احنا؟ لان الكرمز ما تتقرأش وتتسمع بس كأنها جريمة حصلت. دي قصة هجر ومرض وضعف نفسي وتفكك أسري وعجز وفشل شبكات الحماية. فين بقى السوشيال ميديا لعبت دور ضخم في الموضوع ده؟ بمجرد ما ظهر مرض السرطان وشغل الأب بالخارج، الناس كلها بدأت تركب سيناريوهات كاملة للأب. الأب شيطان مطلق، الأم ملاك مكسور، الابن أداة، أو العكس تماما. في لحظات كتير الناس كانت بتحول المأساة اللي احنا فيها دي لمسلسل بنتفرج عليه. في شرير واضح وفي مظلوم واضح، ونهاية يا إما دينية يا إما قدرية جاهزة وهنعرفها، أو احنا عرفناها أو احنا رسمناها أصلا وعارفين نهايتها. وطبعا ده خطر جدا، لأن الجرائم الأسرية تحديدا بتبقى معقدة جدا وفيها تفاصيل محدش فينا ممكن يوصل لها ويعرفها. حتى لو القانون قال حكمه، في حاجات احنا برضو معرفناش. وغالبا القصص كلها بتبقى فيها تشابك كبير عن اي قصة انت ممكن تسمعها، لدرجة ان الاب طلع كمان وقال انه البنت هربت من وهي عندها 18 سنة عشان الاب ما كانش موافق على الشاب، فقرروا ان هم يتجوزوا. كان ناوي ان هو يجيبها ويخلص، وحاجات غريبة جدا الاب سردها. والبنت بعيدة عنهم بقالهم 20 سنة، هربت وهي عندها 18 ورجعت وهي عندها 41. ولما راح والظابط كان طالب منه انه يجي ويشوفها، قال انا حتى لو شفتها ما كنتش هعرفها، ولما قال لي كده انا ما كنتش فاهم اصلا في ايه. فواخد بالك الرسمه عامله ازاي؟ بعد الموضوع ده ممكن ناس تطلع وتقول لك هي السبب، هي اللي جابت ده كله نفسها، مش هي اللي قررت تهرب معاه وما تسمعش كلام اهلها. شوفوا بقى اللي بيحصل لما بتقرروا ان انتوا تسيبوا اهلكم ويتبروا منكم. شفتوا يا بنات؟ ونخش في موضوع تاني، وده يمكن الانقسام الرابع اللي الناس ممكن تنقسم ليه. وهل احنا ما نعرفش بقى هل الست دي حتى لو هي عندها سرطان كانت بتعامل جوزها ازاي بعد ما واحده تقرر انها تهرب من اهلها؟ ما اكيد ممكن تكون اوحش من كده لما تبقى عايشه مع جوزها وهي اللي سبب وهي المشكله وهي اللي جابت ده كله نفسها، والزوج ممكن يكون بريء. تعالى بقى بعد ما اتكلمنا كتير نشوف الزاويه القانونيه المفروض تمشي مع الموضوع او هتمشي معاه ازاي. المهم في القانون اننا نفرق ما بين ما هو ثابت مبدئيا وما هو مجرد سرد متداول الناس بتتكلم مع بعضيها فيه وخلاص. الثابت ان المفروض في ناس ماتوا، وان المفروض في تحقيق، وان الابن الناجي الوحيد هو بقى اساس الاتهام بعد محاولة الانتحار وتم انقاذه. اما بالنسبة لتفاصيل الاتفاق الجماعي ودور الام وتسلسل الموت اللي حصل بينهم والدافع المرتبط بالطلاق اول ليلة 27 من رمضان، فالتفاصيل دي ما زالت معتمدة على ما نقل من اعترافات وتحريات أولية وتقارير صحفية، ومش حكم نهائي، ومش بتقول إنها المفروض إن احنا ناخدها كحكم نهائي حتى الآن. ولكن نقدر نقول إنها مأساة لازم نبص لها بطريقة صح ونحكم عليها بطريقة صح ونقول رأينا فيها بطريقة أصح وأصح، وناخد بالنا كويس جدا إيه اللي بيطلع من لساننا على قضية زي دي، وكل حاجة بنكتبها في أي حتة هنقول إيه بالظبط. تعال بقى نتكلم على تحليل القضيتين من ناحية السوشيال ميديا. في قضية بنت الأتوبيس السوشيال ميديا اشتغلت على منطق واحد: فيديو زائد خوف ظاهر زائد ذاكرة جماعية عن التحرش هتساوي معانا طبعا إدانة سريعة جدا من غير ما نفكر. بس لما صدر حكم البراءة جزء كبير جدا من الناس راح واتجه إلى الانتقاد. براءة بتساوي بنت كدابة، ولكن ده نفس الغلط في الاتجاه المعاكس. في كرمز السوشيال ميديا اشتغلت بمنطق مختلف شوية: كارثة كبيرة، تفاصيل ناقصة، مرض، أب مسافر، وعنصر ديني ناقص هيساوي حبكة كاملة. هنا الناس في الموضوع ده ما كتبتش حكم بس، لا 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 يا حبيبي، الناس عملت قصة وكتبت سيناريو بنفسها، والمشكلة انها ممكن تكون صدقته كمان. فالخلاصة في القضية الأولى السوشيال ميديا سرعت الحكم، وفي القضية التانية السوشيال ميديا صنعت الحبكة. وفي الحالتين المشكلة كلها إن الحقيقة اتضررت.
تعال بقى نفرق ما بين المنظور الجماعي والمنظور القانوني من ناحية القضيتين. المنظور الاجتماعي دايما هيكون بيسأل مين المكسور هنا، مين الضحية، مين اللي شكله موجوع، مين اللي سياق حياته قدامنا يشرح اللي حصل. لكن المنظور القانوني بيسأل ايه اللي ممكن اثباته، ومين المسؤول تحديدا، وما مدى حجة الفيديو او الاعترافات او التحريات. هل عندنا يقين كافي ولا لا؟ بس برضو الأسئلة دي ليه مهمة؟ لأن المجتمع محتاج يتعاطف أكيد، بس القانون محتاج يثبت. ولو المجتمع بقوا كلنا والناس اللي عايشة فيه قضاة، ناس كتير هتتظلم. ولو القضاة تجاهلوا السياق الإنساني تماما، هنفشل إن احنا نفهم أصل المأساة اللي احنا فيها. لو جينا بقى للنهاية، ممكن أقولك إن قضية بنت الأتوبيس قالت لنا إن المشاعر مش كفاية للإدانة، وقضية كرمز قالت لنا إن المأساة مش لوحدها ممكن تخلينا نفهم الحقيقة. فالفيديو الأول فيه اتهام، وفيه براءة من الدرجة الأولى، وفيه استئناف معلن، وفيه صدام بين رواية البنت ورواية الشخص اللي بيدافع عن نفسه. بس في التانية في جريمة مؤكدة، لكن القصة الحقيقية محمولة على التحقيقات والتحريات والاعترافات المنقولة صحفيا، لكن مش على حكم نهائي لحد دلوقتي. والجامع بقى ما بين القضيتين هو حاجة واحدة بس، أن السوشيال ميديا لا تحب الفراغ. لو ما لقيتش حقيقة كاملة هتتسرع في الحكم، أو هتملى النقص بالسيناريوهات والخيال. في الآخر مش كل فيديو يخليك تدين، ومش كل مأساة تسمح لينا إن احنا نألف، ومش كل براءة تعني إن اللي اشتكت كدابة، ومش كل اعتراف متداول معناها إن احنا عرفنا الحقيقة الكاملة. احنا محتاجين نتعلم إن احنا نعمل حاجة يمكن صعبة جدا علينا كلنا، إن احنا نسيب مساحة بين التعاطف والمشاعر والأحاسيس اللي جوانا وبين الحكم. إن في المسافة دي الصغنونة اللي ممكن تسيبها، الحقيقة ممكن نديها فرصة إنها تتنفس، فنعرف نعرفها ونسمعها ونصدقها. ففي قضية بنت الأتوبيس الناس اشتغلت كأنها محكمة بلا أوراق. في قضية كرمز لحد دلوقتي الناس شغالة مؤلفة مسلسلات، وللأسف الحقيقة هي اللي عمالة تدفع الثمن. يمكن أخطر حاجة مش الجريمة نفسها ولا الفيديو نفسه، أخطر حاجة هي السرعة اللي بقينا بنحكم بيها على بعض. مرة بنصدق كل حاجة من غير ما نستنى، مرة بنكذب كل حاجة لأن الحكم اللي صدر ما كانش على مزاجنا، ومرة بنكمل القصة من خيالنا عشان نقنع نفسنا إنها الحقيقة. القضيتين يبانوا قدامنا مختلفين، بس هما الفكرة إن هما بيعلمونا نفس الدرس، إن الحقيقة أهدى بكتير جدا من الترند، أبطأ بكتير جدا من السوشيال ميديا، لكن في النهاية هي الأهم، الحقيقة. عشان كده قبل ما نشارك نفكر، قبل ما نحكم نستنى، وقبل ما نصدق رواية كاملة نسأل مين قال وإيه الدليل. لأن الكلمة مننا ممكن تظلم شخص، ومعلومة غلط ممكن تقتل الحقيقة، وترند كامل ممكن يحول وجع الناس إلى مجرد فرجة. فإحنا مش محتاجين أول ناس تقول رأيها وتتكلم، على قد ما إحنا محتاجين نبقى أعدل ناس لما نتكلم. لو في درس واحد بس ممكن نخرج منه من كل اللي حصل والكلام اللي احنا قلناه، اللي هو مش كل ما يحكى يصدق، ومش كل ما ينتشر يبقى حقيقي، ومش كل حكم من الناس يبقى عدل. ففي النهاية سيبوا الحقيقة تاخد وقتها، لأن العدل الحقيقي عمره ما بيتبني على التسرع. أتمنى تكون وصلت لنهاية الفيديو واستحملتني كل الوقت ده، وأتمنى تفهم، وأتمنى تكون بخير وبصحة وسلامة، وربنا يبعد عنك كل شر. وإن شاء الله بداية السلسلة دي تعجبكم في الحاجات اللي هنبقى بنتكلم فيها عموما. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. معاكم محمد صالح موكا، بيحاول يشوف كل المواضيع اللي بتحصل في هذه الحياة ويغيرها لطريقة أحسن، ويخليك لما تسمعها تبقى أحسن، وما تسويتش حياتك باللي أنت سمعته. المهم تاخد بالك من نفسك وتفهم، وأشوفكم إن شاء الله إن شاء الله فيديو جديد المرة الجاية. استنوا.